الرحمن الرحيم. ازيكم يا طلاب سنة رابعة ابتدائي؟ اهلا بكم. النهارده هنحل صفحة 67 و68 و69 و71 و72. النهارده هنحل على درس الجملة الفعلية التي تتكون من الفعل والفاعل. اول سؤال بيقول لي نشاط واحد، اقرأ ثم ميز الفعل والفاعل في الجمل في كل جملة. الأمثلة: عاد الغائب. فين الفعل؟ عاد. طب الفاعل؟ الغائب. يرضى الله عن المؤمنين. فين الفعل؟ يرضى. فين الفاعل؟ الله. يتفوق الأذكياء. فين الفعل؟ يتفوق. فين الفاعل؟ الأذكياء. طيب نالت عفوا المجادات الجوائز. فين الفعل؟ نالت. طب فين الفاعل؟ مجادات. نشاط 2، ضع خط تحت الفاعل في الجمل الآتية. ساعد الولد أمه. فين الفاعل؟ الولد. طيب 2، يتعاون الطلاب معا. فين الفاعل؟ الطلاب. طيب رقم 3، سلق الرجل الجبل. فين الفاعل؟ الرجل. ضحكت الفتاة. فين الفاعل؟ الفتيات. طيب ماشي. نشاط 3، ميز الفعل والفاعل في الجمل التالية. بقول لي الأمثلة والفعل والفاعل. ماشي. شعر الضيف بألم شديد. فين الفعل؟ شعر. طب فين الفاعل؟ الضيف. طيب استمعت الأسرة إلى البرنامج. فين الفعل؟ استمعت. طب فين الفاعل؟ الأسرة. طيب لعبت البنات بالعرائس. طب فين الفاعل؟ لعبت. طب فين الفاعل؟ البنات. استيقظ الطفل متأخرا. فين الفاعل؟ استيقظ. فين الفاعل؟ الطفل. فرحت الفتيات بالنجاح. فين الفعل؟ فرحت. فين الفاعل؟ الفتيات. كده نكون خلصنا نشاط 3، نخش على نشاط 4. ماشي. بيقول ضع الكلمات الآتية في جملة فعلية باحث تكوين فاعل. ماشي. أول حاجة 1، المطر. يسقط المطر في الشتاء. ماشي. بيقول لي الأب. هات لي جملة فيها جملة فعلية وفيها فاعل. أقول له ذهب الأب إلى العمل. عايزين جملة فعلية فيها فاعل. الأولاد. ساعد الأولاد أمهاتهم. المهندسات. صممت المهندسات الخريطة. عايز جملة فعلية لها فاعل. تمام. بيقول لي السائق. يقود السائق السيارة. الأطباء. يعالج الأطباء المرضى. ماشي. كده نكون خلصنا نشاط 4، هنخش على نشاط 5. نشاط 5 ده الأفعال الآتية في جملة فعلية وحدد الفاعل. يرسم. تبقى نقول ايه؟ يرسم الولد اللوحة. أمسك الحارس الكرة. ماشي. يصنع التاجر يصنع النجار الباب. يزدحم الطريق بالسيارات. يخترع العالم جهاز جديد. صعد الرجل السلم. ماشي. كده نكون خلصنا نشاط 5، ندخل على نشاط 6. بيقول لي أكمل الجمل بفعل مناسب. نقط. أحمد اللوحة. رسم أحمد اللوحة. نقط. الطفل الفقير. ساعد الطفل الفقير. بيقول لي نقط. اللاعب بالسباق. فاز اللاعب بالسباق. بيقول لي نقط. مرور إلى العريش. سافر مرورا إلى العريش. كده نكون خلصنا صفحة 67، هنخش على صفحة 68. بيقول لي نشاط 7. بيقول لي أكمل الجمل الآتية بفعل مناسب، فاعل مناسب، ثم حدد نوع الفعل. يشرح المعلم الدرس. نوع الفعل ايه؟ مضارع. ماشي. زرع الفلاح الأرض. نوع الفعل ايه؟ ماضي. طيب عالجت الطبيبة المريض. نوع الفعل هنا ايه؟ ماضي. طيب يدافع الجندي عن الوطن. نوع الفعل ايه؟ مضارع. طيب فازت البنت بالمركز الأول في المسابقة. نوع الفعل ايه؟ ماضي. ماشي. بيقول لي ركل
اللاعب الكرة. نوع الفعل هنا ايه؟ ماضي. طيب كده نكون خلصنا نشاط 7. هنخش على نشاط 8. قولي نشاط 8. رتب الكلمات كل سطر لتكوين جملة فعلية. سعاد المستشفى أمس ذهبت سعاد إلى المستشفى أمس. طيب اللذيذ أكل علي الثمرة. أكل علي الثمرة اللذيذة. في الطائرة المطار تهبط الطائرة في المطار. كون كده خلصنا نشاط 8. نخش على نشاط 9. نشاط 9 بيقول لي أكمل ما هو يأتي من بين القوسين. تسهر المصابيح. إبراهيم يستمع. اكتمل. صافح. بيقول لي يستمع عمر بمشاهدة المباراة. ماشي. اكتمل البدر. ماشي. بيقول لي أضاءت المصابيح. ماشي. هنا تسهر الأمهات على راحة أبنائها. بيقول لي صافحت على الزملاء، يعني سلمت على زملائها. كتب إبراهيم رسالة إلى أمه. كده نكون خلصنا نشاط 9. نخش على نشاط 10. بيقول لي حول الجملة الآتية من المذكر إلى المثنى. استمع الصديق بالطعام. استمتع الصديق بالطعام. استمتعت الصديقة بالطعام. بيقول لي اهتم الأب بالأبناء. اهتمت الأم بالأبناء. بيقول لي فهم الطلاب الشر. فهمت الطالبات الشر. بيقول لي حصد الفلاح الزرع. حصدت الفلاحة الزرع. بيقول لي كتب الشاعر قصيدة. كتبت الشاعرتان قصيدة. اشترى الولد حقيبة. اشترت البنت حقيبة. طيب لا شنطة يعني. كون خلصنا نشاط 10. نخش على نشاط 11. بيقول لي أكمل أجب عما هو مطلوب بين القوسين. 1. بيقول لي فرح محمد بنجاحه. عايز يقول لك بين نوع. بين نوع الجملة. هنا بيقول لك الجملة بين نوع الجملة وحدد أركانها يعني أو ركنها. هنا الجملة فعلية. طيب ليه؟ عشان هنا لها فعل وفاعل. هو الفعل اللي هو فرحة والفاعل محمد. امتلأت السماء بالنجوم. هو بيقول لي أكمل بفعل مناسب. السماء. بيقول لي سقط القذيف على العدو. بيقول لي حدد الفاعل. لا هتبقى عفوا القزم. بيقول لي اكمل بفعل مناسب وبين نوع. طارت العصافير بعيدا. ده نوعه فعل ايه؟ فعل امر. طيب كده خلصنا نشاط 10. نخش على نشاط 12. نشاط 12 عدد الفعل والفاعل في كل جملة ما. تسابق اللاعبان للفوز بالمباراة. فين الفعل؟ تسابق. طب فين الفعل؟ اللاعبان. ماشي. ويحب المؤمنين عمل الخير. فين الفعل؟ يحب. فين الفعل؟ المؤمنين. أقبل التاجر على البيع والشراء. فين الفعل؟ أقبل. طب فين الفعل؟ التجار. ماشي. تشجيع المعلمات الطلاب على الحوار والمناقشة. فين الفعل؟ تشجيع. فين الفاعل؟ المعلمات. طيب وقف القائد وسط جنوده. فين الفعل؟ وقف. فين الفعل؟ القائد. كده نكون خلصنا صفحة 68. نخش على صفحة 69. طيب بيقول لي عبر عن كل صورة مستخدما الجملة الفعلية. بيقول لك 1 كده ده صورة أتوبيس، يبقى وقف الأتوبيس للولد.
بيقول لي هنا راجل بيطبخ يبقى لا بيتذوق، يبقى يتذوق الرجل الطعام. هنا بيحاولوا يمسكوا الفراش، يبقى نقول يمسك الولد الفراش ويمسكها هي. نشاط كده خلصنا النشاط دي 13. نخش على النشاط 14. نشاط 14 اختر الإجابة الصحيحة بين ايه؟ يحصد الفلاحون القمح. كلمة الفلاحون ده إعرابها ايه؟ فاعل. طب شاطر يقول لي ده فعل ايه؟ فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عفوا انا رسم التلميذان اللوحة. إعراب كلمة التلميذان فاعل، وده ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ماشي. يدافع الجند عن وطنه وما تحته خط، ده ايه؟ يدافع. مين اللي يدافع؟ يبقى الجندي. يبقى الجندي ايه؟ فاعل. بيقول لي كتبت الطالبات الدرس. كلمة الطالبات ديت ايه؟ فاعل. مين اللي هتكتب الطالبات؟ وهنا الطالبات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث سالم. والجندي برضو فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد. ماشي. كنا خلصنا نشاط 14. نخش على نشاط 15. اقرأ ثم أجب. يتعاون الأصدقاء في المدرسة وفي البيت وفهم يساعدون بعضهم البعض في الدراسة ويتقسمون الألعاب والفرح. وقد ساعد سامي صديقته عليا يوم أمس في حمل كتبها، فشكرت علي بابتسامة جميلة. إن التعاون يجعل الصداقة أقوى وأجمل. بيقول لي ألف استخرج من الفقرة. واحد فعل ماضي ساعد. بيقول لي فعل مضارع يتعاون. ماشي. بيقول لي ده جملة فعلية وحدد أركانها. يتعاون الأصدقاء في المدرسة. فين أركانها بقى إيه؟ يتعاون ده إيه؟ فاعل. فين الأصدقاء ده يبقى إيه؟ الأصدقاء ده يبقى إيه؟ يبقى فاعل. رقم باء. بيقول لي حول الجملة الآتية إلى جملة فعلية. الفلاح يزرع أرضه بنشاط. يبقى يزرع الفلاح أرضه بنشاط. وهنا بيقول لك نشاط 6. لاحظ شكل كتابة الحرف ثم اكتب بخط النسخ مرة وخط الرقعة مرة. متنساش ديت عشان فيها عليها درجتين في الامتحان. تمام. وكده وده اكتب ما يملى عليك. كده نكون خلصنا صفحة 69. نخش على صفحة 70. طيب بيقول لي التطبيقات على ألف اللينة في الحروف إلى وعلى وحتى. بيقول لي أنشطة الأضواء على الكتاب القواعد الإملائية. تمام. بيقول لي تكتب الألف اللينة هذه الحروف الثلاثة إلى وعلى وحتى دائما في هذه الشكل اللي هي الياء، ولا تكتب هذه على ألف قائمة كده. بيقول لي نشاط 1. صحح الخطأ الإملائي في كل جملة. ألف جلست في الحقل من شروق الشمس حتى الظهر. لا، حتى ما بتتكتبش في ألف، تبقى حتى كده. بيقول لي باء. ذهب الطلاب إلى قاع المحاضرات. يبقى إلى ما بتتكتبش كده، بتتكتب كده. طيب الكتاب على المكتب، لا تبقى على كده. بيقول لي نشاط 2. ضع علامة صح علامة صح أمام الجمل التي كتبت كلماتها بشكل صحيح. ماشي. ذهبت أنا وأصدقائي إلى المدرسة. غلط. لا، عشان إلى ما بتتكتبش كده، بتتكتب بالشكل ده. ركز. استمعت إلى الجد. دي صح عشان إلى مكتوبة صح. وضعت الكوب على البائدة. غلط. تنتهي بألف لينة. انتظر الطلاب حتى خرج المعلم. بيقول لي استمعت إلى شرح المعلم. ظل العصفور يغرد على الغصون. سافرت مع والدي إلى الإسكندرية. كده نكون خلصنا النشاط 3. نخش على النشاط 4. بيقول لي أكمل الحروف الناقصة فيما يأتي. ذهب خالد إلى الحديقة للعب. جلست سلمى على الكرسي لتنتظر صديقتها. ظل المطر يسقط حتى الصباح. كده نكون خلصنا صفحة 70. أرجو يا جماعة تعملوا لايك واشتراك في القناة ليوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. طيب
خش على صفحة كده، خلصنا صفحة 70 نخش على صفحة 71. ماشي. بيقول لي النشاط 5 ضع خط تحت الحرف الذي به ألف لينة وصوبه. نمضي إلى المجد بعزيمتنا القوية. غلط، الإله ما تتكتبش كده، بتتكتب بالشكل ده. ماشي. بيقول لي أقبل على الأصدقاء مرحبا بكم. لا، على بتتكتب بالشكل ده. بيقول لي ذهبت الأسرة إلى الأقصر. كده بتتكتب غلط، كده بتتكتب كده صح. بيقول لي توضع مع أصدقاء حتى يحبوك. غلط، يحبوك بتتكتب بالطريقة دي، ما بتتكتبش بالطريقة دي. ماشي. نكون خلصنا كده نشاط 5. نخش على نشاط 6. يقول لي تختار إجابة الصحيحة بين القوسين اللي ما يأتي. ألف، ذهبت إلى الفيوم في رحلة مدرسية. جلست على المقعد، شجعت صديقي حتى يعوض ما فاته. سلمت على صديقي عندما عاد. كده نكون خلصنا نشاط 6. نخش على نشاط 7 وآخر نشاط كده. بيقول لي ضع علامة صح علامة خطأ أمام العبارة الغير صحيح. بيقول لي كن صديقا، كن صاحبا كن صاحبا خلق حتى يحبك الناس. صح. بيقول فاز اللاعب على منافسة بجدره. غلط، على بتتكتب كده، تبقى دي غلط. بيقول لي انتقلت إلى مدرسته الأخيرة الأخرى. إلى ما بتتكتبش كده، بتتكتب بالشكل ده، تبقى دي غلط برضه. بيقول لي هذا على صوتك دائما. صح، عشان على بتتكتب بالشكل ده، ما بتتكتبش بالشكل ده اللي انتوا عارفينه ده. ده غلط. وده خط النسخ والتركة، وده املاء يملى عليك. ارجو ان تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.